عبد الستار صبري واحد من امهر واحرف اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه، لاعب كده زي ما بنقول بالبلدي لعيب كره شراب. يمكن عبد الستار صبري من اوائل المحترفين اللي حطوا بصمه فعلا جيده، من اوائل اللعيبه اللي عملت برضه سمعه كويسه للاعب المصري وموهبه اللاعب المصري على الاراضي الاوروبيه. لكن يمكن مشكله عبد الستار صبري مشكله اي لاعب مهاري قوي او اي لاعب حريف قوي، وهي فكره عدم الالتزام التكتيكي، ودي اللي عملت له مشكله هنذكرها بعدين. عبد الستار صبري في حاجتين الناس دايما بتنكرها عليه هنا في مصر، فكره ان هو اتكلم في يوم من الايام ان نادي ريال مدريد تحت قياده يوب هانكس قدم له عرض، وان الراجل كان قريب جدا من الانتقال لنادي ريال مدريد، لكن حصلت او المفاوضات ما تمتش. خليني اقول للناس اللي بتكذب عبد الستار صبري في حاجه زي كده ان الامر فعلا كان متاح، لان يوب هانكس كان بيدرب فعلا عبد الستار صبري. لو جيت بصيت لاسلوب لعب واحد زي يوب هانكس مثلا مع نادي البايرن، شوف روبن معاه كان بيتحرك ازاي او كان حر ازاي على ارض الملعب. ده اسلوب لعب عبد الستار صبري، ان هو بيحب يكون حر على ارض الملعب بالذات تحت رؤوس الحرب، وده زي ما بقول اللي كان بيعمله يوب هانكس بروبن. يمكن روبن كان مميز طبعا في التسديده بتاعته الارتو، لكن زي ما بقول نفس اسلوب اللعب، ان اللاعب ما بيكونش عليه مهام دفاعيه، وده او آفة او عيب عبد الستار صبري زي ما قلت. لكن يوب هانكس كان هو بيحب اللاعب الحريف او اللاعب المميز او اللاعب اللي مميز واحد لواحد في الجزء الامامي، فكان متاح جدا او كان الامر عادي جدا انه يطلب التعاقد مع لاعب زي عبد الستار صبري. الحاجه الثانيه اللي بتنكرها الناس على عبد الستار صبري انه لما اتكلم وقال ان كريستيانو رونالدو كان بيعتبره هو مثله الاعلى، ده شيء كان عادي جدا. عبد الستار صبري كان بيلعب في نادي بنفيكا، نادي من اكبر الانديه البرتغاليه، وكان من احرف اللعيبه اللي موجوده وقتها في الدوري البرتغالي. ان لاعب صغير يشوف ان هو نفسه يكون زي اللاعب ده شيء عادي جدا. ايه المشكله فيه؟ موهبته بتتكلم عنه، لاعب بيلعب في اكبر الانديه البرتغاليه، فايه المشكله ان اي لاعب شاب يعجب بيه، وان اي لاعب شاب يعتبره فعلا هو مثله الاعلى ونفسه يكون او يمتلك نفس الحرفنه دي او نفس المهاره دي. الحاجه الاخيره بقى في رحله عبد الستار صبري في اوروبا هو خلافه مع جوزيه مورينيو، والموضوع ده ما يعيبش عبد الستار صبري او يقلل من موهبه عبد الستار صبري. جوزيه مورينيو مدرب تكتيكي بشكل كبير جدا، وكلنا عارفين ده، وبيحب اللعيبه اللي بتلتزم تكتيكيا بشكل كبير جدا. يعني مثلا جوزيه مورينيو يفضل بنزيما على هيجوايين، على الرغم من هيجوايين كان بيسجل اهداف اكتر من بنزيما، لكنه ما كانش ملتزم تكتيكيا زي بنزيما. وعبد الستار صبري زي ما قلت في البدايه كانت مشكلته او الآفة في عبد الستار صبري ان هو ما بيقدرش يلتزم تكتيكيا او ما عندوش الالتزام التكتيكي، فكان ده اللي مسبب له مشاكل مع جوزيه مورينيو، لكنه ما ينقصش ابدا من موهبه اللاعب. عبد الستار صبري فعلا يوب هانكس طلبه ريال مدريد، وفعلا كريستيانو رونالدو كان بيعتبره مثله الاعلى، ومشكلته مع جوزيه مورينيو حاجه ما تقللش ابدا من موهبته. الفكره كلها كان في اختلاف اسلوب اللعب وبس. بعد مسيره عبد الستار صبري في اوروبا اللي كانت مميزه جدا، وزي ما قلت سابت بصمه كويسه جدا للاعب المصري وموهبه اللاعب المصري، وحسنت من شكل الكره المصريه، كان راجع مصر عن طريق بوابه النادي الاهلي. لكن عبد الستار صبري كان عنده مشكله مع التجنيد، ودي اللي خلته ينضم النادي طلائع الجيش. اتمنى بصراحه ان عبد الستار صبري ينضم النادي الاهلي او النادي الزمالك، لان ده كان هيزيد من شعبيه عبد الستار صبري بشكل كبير جدا، وكانت هتكبر نجوميته بشكل كبير جدا، وهتديله حقه اللي هو فعلا ما خدوش كواحد من افضل المواهب المصريه، لان الجمهور هو اللي بيتغنى باللاعب بشكل كبير جدا، وهو اللي بيفخم بشكل كبير جدا من اللاعب حتى بعد اعتزاله. ستار صبري زي ما بقول كانت رحلته في اوروبا مميزه جدا، وعلى فكره الفتره اللي قضاها في مصر برده كانت مميزه جدا. عبد الستار صبري سنه 95 اخذ الميداليه الذهبيه مع منتخب الشباب، كانوا ابرز نجوم البطوله دي عبد الستار صبري وحازم امام، وكمان مع نادي المقاولين العرب قدر ياخد كاس مصر سنه 95، وقدر يحقق كاس الكؤوس الافريقيه مع نادي المقاولين العرب سنه 96. سنه 98 كلنا طبعا عارفينها، وتحقيق بطوله افريقيا مع منتخب مصر بعد ما كانت غايبه عن منتخب مصر من سنه 86. فعبد الستار صبري حتى في وجوده في مصر ما كانش لاعب عادي، لا كان لاعب مميز ومميز جدا. لكن زي ما بقول كان افتقر له الجمهور اللي تغنى بموهبته لما كان موجود هنا في مصر او في فتره الاحتراف، كانت هتخلي مسيره واحد او هتخلي شعبيه واحد او نجوميه واحد زي عبد الستار صبري غير جدا، لان لعيبه اقل جدا من عبد الستار صبري والله اخذوا النجوميه واكتسبوا النجوميه اكبر منه، لانهم بس بيلعبوا في النادي الاهلي والنادي الزمالك. فعبد الستار صبري زي ما قلت في بدايه الفيديو واحد من افضل واحرف المواهب المصريه اللي شفناها على الاطلاق، قدر يحقق انجازات كبيره جدا في الاحتراف زي ما قلت، وغير شكل ونمط نظرة العالم كله للمواهب المصرية وللعيبة المصريين وموهبة اللعيبة المصريين. كمان لما كان موجود في مصر قبل الاحتراف حقق انجازات كبيرة جدا، وما كانش ابدا لاعب عادي.